الترابيزه ملزقه، يا ريت يعني ياخدوا بالهم. انا مش عارفه انتوا شايفين ايه، بس في بطه وفي مركب وفي ووتر فول. هو في حاجه وفي نخله. الو. يا جماعه عملت دي، عرفت بتعمل ازاي. تعالوا بقى دلوقتي نعمل كمان واحده زيها، مش هنقول لمين عشان دي هديه. يلا بينا. حاجة قديم ولا عايزة ايه؟ هاتي حاجه ذوقنا، مش عارفه. نعمل 50 ماشي. هنعمل 50 دلوقتي. هعلمكم ازاي. دي 1 2 3 4. يا جماعه انا قلت ان احنا هنعمل 50، لا احنا هنعمل 56. كده عملنا 56. بعد كده هنعمل غرزة سنجلاية كل واحدة. انا بقى عمري ما عرفت انا عايز ايه بالظبط. طول عمري برضه باللي بتدهوني الدنيا حتى لو كان قليل، واللي بتحوشوا عني بزهده واستغنى عنه. ما اعرفش ليه، او اقول لنفسي معلش اللي ما جاش النهارده يجي بكره. بس من كام يوم كده بصيت على وشي ووش يحيى في المرايه، لقيتنا كبرنا يا سامي، والدنيا ما ادتناش اي حاجه. تفتكر البلد دي ما عندهاش حاجه تديها لنا، ولا احنا اللي مش عارفين ناخد منها حاجه؟ طب وتفرق ايه؟ ما كده كده ما حدش واخد منها حاجه. لا تفرق. لو العيب فينا يبقى ما تفرقش البلد دي عن غيرها، انما لو العيب في البلد يبقى مش عيب ان احنا ندور على بلد تانية. صح ولا لا؟ عارف يا يوسف الفرق بين البلد دي وغيرها؟ ان البلد دي محجوزه بوضع اليد الناس تانية، وانا وانت ايدينا مش طايله، عشان كده ملناش في خيرها نايب. واللي انت بتسميه زهد ده انا بسميه تكيف مع الظروف. مستغني عن ايه يا يوسف؟ عن انك تحب وتتجوز ويبقى عندك بيت وعيال وشغلانه محترمه واحساس بالامان. عملنا له اشاعه، لكن للاسف الدكتور ما قدرش، ده خلاه يعمل عمليه